الناس بتسالني وبتقول لي ايه يا جاكسون النصيحه اللي ممكن تديها لنا بعد ما عديت 30 سنه، وبرضه عشان انت بقالك 10 سنين متغرب بره البلد، فلو سمحت ممكن تفيدنا بحاجات اتعلمتها حتى لو شفتها او بمعارفك او اي حاجه. ملخص الحياه كله في الكلمتين دول، صدقوني ده اكتر نصيحتين ممكن يفيدوك في حياتك. اول واحده وهي ان في ناس غصب عنك لازم تعاملهم معامله اليوتيوب ادز، اعلانات اليوتيوب. انت حياتك هو الفيلم اللي بتتفرج عليه، تختار الفيلم اللي انت عايزه وازاي بشكله وبتكتب كمان السيناريو بتاعه، وفي نفس الوقت وانت للاسف بتتفرج على الفيلم ده لازم يطلع لك اعلان في حياتك، او الاعلان ده في منه بتتفرج عليه عشان مهم بالنسبه لك، وفي منه بتعمل له سكيب. فانت في ناس كتيره جدا هتقابلها في حياتك لازم تعاملهم معامله اليوتيوب اد. اسمع مني اللي بقول لك عليه ده، هتنجحك جدا في حياتك على فكره، ولازم تبقى فاهم وتعرف بالظبط مين تتعامل معاه ومين لا، ولازم تعرف المبادئ والقيم بتاعه الصاحب اللي ممكن تدخله في حياتك، لان ده واحد فعلا اهم من العوامل اللي هتنجحك في حياتك يا اما هتفشلك في حياتك. وفعلا هم قالوا لنا زمان اختار الصديق قبل الطريق، وما كانش بيهزروا. فلازم تبقى عامل حسابك على حاجه زي كده، الله يكرمك، دي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه المهمه جدا انت لازم تبقى عارفها، ان لازم تبقى عارف ازاي تتعامل مع المستقبل. بمعنى لو انت بتعمل حاجه لازم تبقى حاطط في حساباتك ان لا قدر الله انت لو قعدت سنه في البيت، انت الحاجه اللي بتعملها دي بنفسك هتكمل معاك سنه وانت قاعد جوه البيت. يعني لو انت واحد صاحب بيزنس او صاحب حاجه بتعملها وهو ده شغلك، حاول ازاي تعرف لو انت مش موجود الشغل يمشي، وحاول ازاي تعرف لو انت موجود بس لا قدر الله حصل لك اي ظرف من الظروف قعدتك من الشغل ده لمده سنه، الشغل يمشي سليم لمده سنه. لازم تعرف ازاي تستخدم المستقبل للحاضر اللي انت فيه. دي حاجه اتعلمتها من ناس والله العظيم ثلاثه، ان الناس دي شاطره جدا، الناس دي ناجحه جدا في حياتها. فاسمع مني المعلومتين دول، الله يكرمك، وخدهم نصيحه من اخ لاخوه. اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد، يا رب تكونوا استفدتم. لو عايز تستفيد اكتر تنساش تعمل فولو ولايك وشير عشان هداس. فالحمد لله ربنا يشوفنا على خير باذن الله، ويا رب تكونوا في احسن حال. السلام عليكم.